هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. دلوقتي انا كل ما ابدا في حاجه جديده او هدف معين في حياتي الاقي كل الافكار السلبيه مسكت فيا ومش عارف اعمل ايه. وكل ما احاول ان انا ابدا افكر تفكير ايجابي او ابص بص التفاؤل الاقي نفسي رجعت لورا ومش عارف اعمل كده. تعالوا اقول لكم على 10 حاجات محتاجين ان احنا نعملها، وصدقوني بعدها طريقه تفكيركم هتتغير وهيبقى تفكيركم ايجابي اكتر. اول حاجه وهي ان انا اختار لنفسي اهداف معينه ومحدده، واشوف انا بعد ما اوصل لها انا هبقى مرتاح ومبسوط من نفسي ولا لا. طب لو انا لقيت ان انا مش هبقى مبسوط قوي من نفسي او انا مش هبقى واصل للنتيجه اللي انا عايزها في احساسي لنفسي، لا، اعيد التفكير في الاهداف. حتى لو اعاده التفكير دي هتاخد مني وقت، بس صدقني مهم جدا ان انت تعيد التفكير مره تانية علشان النتيجه اللي انت توصل لها تبقى مبسوط منها، وهي دي فعلا اللي تكون انت محتاجها في حياتك. والاهداف دي مش شرط تكون هدف معين مثلا ليه علاقه بالحياة العملية أو هدف معين ليه علاقة بحاجة أنت ليك أنت شخصيا، لا، نحدد أهداف لكل جوانب حياتنا، سواء الشغل سواء الدراسة سواء علاقتي باللي حواليا أو شخصيتي أو علاقتي بربنا. كل حاجة في الأجزاء دي كلها أحدد لها أهداف معينة وأشوف في نهايتها أنا هوصل لإيه. تاني حاجة وهي مهمة جدا، وإن أنا أتحمل مسؤولية أفعالي. يعني أنا أبقى عارف إن أنا الأهداف اللي أنا عايز أوصل لها دي نتيجتها لو أنا جيت في النص وقصرت أو جيت في النص وما كملتش، نتيجة الأفعال دي أنا اللي هشيلها لوحدي. مش هقول أصل حد هو اللي أثر عليا أو الظروف ما ساعدتنيش أو أنا كان نفسي أعمل بس أصل حصل الحاجة الفلانية، لا. تبقى عارف إن أي تأثير هيحصل هيبقى بسببك أنت، مش بسبب أي ظرف أو أي حاجة تانية محيطة بيك. تالت حاجة وهي إن أنا أراجع كل التجارب والغلطات اللي أنا مريت بيها في حياتي وأشوف إيه اللي كنت فيه غلط علشان أتجنب إنه يحصل مرة تانية، سواء أنا كنت غلط في فعل معين أو في طريقة تفكير معينة او حتى في استنتاجي لحاجه حصلت، اخد بالي ان انا ما اعملهاش مره تانية وما ببصش للغلطات دي على ان عيب ان انا مريت بالغلطه دي او عيب ان انا مريت بالتجربه دي وان انت تخجل من نفسك من حاجه زي كده. لا، ما تعملش حاجه زي كده. انت خدها ان دي حاجه انت اتعلمت منها وان انت طلعت منها باستفاده تخليك شخص احسن بعدين. رابع حاجه وهي ان انت تحاوط نفسك بالناس الايجابيه، الناس اللي دايما تفكيرهم فيه تفاؤل او يدوك حلول لكل مشكله، مش يدوك مشكلة لكل حل. لأن كتير جدا أوقات بنلاقي نفسنا متأثرين باللي حوالينا وهم نظرتهم سلبية أو نظرتهم ما فيهاش أي نوع من أنواع التفاؤل أو حتى الثقة في ربنا إن الدنيا تبقى أحسن. لا، ابعد عن الناس دي، قرب من الناس اللي فيهم تفاؤل وفيهم نظرة إيجابية ودايما متوقعين إن اللي جاي أحسن مش أوحش. لأن إحنا كبني آدمين بنتأثر قوي بالناس اللي حوالينا. يعني شوف كده، لو أنت بتقعد كتير مع ناس كل يوم تفكيرهم كله إن الدنيا هتبقى وحشة وإن بص كل المؤشرات بتبين لك ان الدنيا هتبقى اصعب والحياه هتبقى اصعب، انت غصب عنك هتقتنع ان الدنيا اصعب ومش هيبقى عندك اي طاقه تعمل اي حاجه ليها معنى او ليها افاده ليك. لكن على النقيض تماما، لو انت حواليك ناس عماله تطمنك وتقولك ان الدنيا هتبقى احسن وان احنا بس محتاجين سعي اكتر وجهد اكتر، هتلاقي نفسك اتاثرت بيهم وبقى عندك طاقه ان انت تعمل وتدي اكتر في حياتك. فناخد بالنا من الناس المحيطين بينا. خامس حاجه وهي الثقه بالنفس. يعني خليك واثق ان انت هتقدر تخلص الحاجه اللي انت عايز تخلصها وان انت هتنجح في الحاجه اللي انت عايز تنجح فيها. بلاش تسمع للكلام السلبي اللي بيتقال بقى من تفكيرك انت، ان انت ممكن تقول هو انا لا، مستحيل اوصل لحاجه زي دي، انا مش هعرف، انا كل الناس دي ما وصلتش وانا اللي هوصل يعني. وتبدا تشوف على الحاجات اللي توريك ان انت مستحيل هتعرف توصل للهدف ده. طب وليه تعمل كده؟ ما كل بني ادم وصل للهدف بتاعه كان مر بحاجات صعبه بس هو تخطاها وقدر عليها. فبلاش تقول لنفسك مستحيل، بلاش تقول انا مش هعرف اعمل كده، لا طبعا ما في ناس احسن مني وهم ما عرفوش انا هعرف. لا، خليك واثق في نفسك وخليك واثق ان انت هتوصل للي انت عايزه، بس انت محتاج جهد وصبر وتفاؤل. سادس حاجة وهي ان انت تكون واقعي وفاهم ان انت في الرحلة بتاعتك دي هتواجه مشاكل وعقبات. يعني بلاش تقنع نفسك ان انت لا، الدنيا تمشي معاك تمام. لا، انت هتواجه مشاكل وهتواجه عقبات وهتواجه حاجات ممكن تكون عمرك ما واجهتها قبل كده، بس تبقى انت فاهم ان انت هتواجه الحاجات دي فتكون مستعد ليها. وصدقني دي حاجات هتكون بتعلمك اكتر وبتخليك فاهم حاجات كتير بشكل اكتر، ومش هتكون عائق. هي هتكون عائق في حالة واحدة بس، لو انت اللي اخترت ان هي تكون عائق وتوقف كل اللي انت بدأته. سابع حاجة وهي ان انت لو حواليك حد
وللاسف مش هتقدر ان انت تبعد عنه، او انت حد من اهلك وهو دايما طاقته سلبيه، حاول ان انت تسيطر على تفكيرك، ان انت تاخد منه الحاجات الكويسه وتبعد من دماغك خالص الحاجات اللي هو بيقولها سلبيه. مش معنى كده ان هو لو حد قريب مني بيقول كلام سلبي خلاص اقطع علاقتي بيه، لا. افرض هو حد من اهلك او افرض هو حد عزيز عليك، حاول ان انت تتكلم معاه ان تاثير كلامه سلبي عليك وان انت مش بتبقى مبسوط لما بتسمع الكلام ده. بس في نفس الوقت لو هو استمر على ده، اسمع منه بس ما تاخدش منه اي حاجه سلبيه ابدا. طيب تامن حاجه وهي الصبر. الصبر ده من اعلى درجات الثواب عند ربنا، لان هو من اصعب الحاجات. يعني لو جيت في نص الرحلة حسيت ان مفيش نتيجة ظاهرة، او حسيت ان الدنيا عمالة تضيق قوي عليك ومفيش حاجة بتتحل، اصبر وصدقني مفيش حاجة بتضيق قوي غير لما بيجي بعدها فرج كبير قوي من عند ربنا. وغير كده كمان انت بتؤجر وبتاخد ثواب الصبر عند ربنا. تاسع حاجة وهي ان انت تبعد عن الوحدة ووقت الفراغ، لان اسوأ عدو للبني ادم هو الوحدة، وان هو يسلم نفسه لدماغه بس. حاول اشغل نفسك دايما بحاجات انت بتحبها او حاجات ممكن تفيدك اكتر، سواء رياضة او انت هواية معينة عايز تتعلمها. بس لو انت سبت نفسك لدماغك هتلاقي ان في افكار سلبية جدا بتيجي، وهتلاقي ان في حاجات بدأت تقتنع بيها هي اصلا ملهاش اي اساس من الواقع، بس انت للاسف دماغك وافكارك السلبية هي اللي اثرت عليك. فنحاول على قد ما نقدر نتجنب ان احنا نبقى قاعدين لوحدنا فترة كبيرة، او نتجنب ان احنا دماغنا بس هي اللي نسمع لها، لا نسمع اللي حوالينا اكتر ونتجنب وقت الفراغ. عاشر واهم حاجة وهي ان انت قرب من ربنا اكتر. فكرة القرب من ربنا حتى لو بخطوات بسيطة هتحط جواك هدوء وسكينة وهتريحك جدا في الرحلة بتاعتك. وحط دايما جملة في دماغك وهي ان رب الخير لا يأتي الا بالخير. حاجة أخيرة وعايزة أأكد عليها، وهي إن الخطوات اللي أنا قلتها دي كلها علشان تقلل السلبية في تفكيرك. بس لو السلبية زيادة وانت مش عارف تتحكم فيها خالص، ووصلت ان هي بقت مسيطرة على كل جوانب حياتك، لا انت طبعا لازم تستشير وتروح لمتخصص يساعدك ويفهم ايه اللي مخليك توصل للمرحلة دي. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.